جزا الله فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود عامر على هذه التلاوة القرآنية المباركة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن تكون في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يجمعنا وإياكم وهذا الجمع في مستقر رحمته، وأن يكتب لنا جميعا في بيته الحرام إنه على ما يشاء قدير. من مأدبة القرآن إلى مأدبة السنة النبوية حول فريضة الحج محدثنا فضيلة الشيخ حماد محمد غلام فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله من شيء بعد، أهل الثناء والمجد وأحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تقدست أسماؤه الحسنى وجلت صفاته العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، إمام المرسلين، أرسله ربه تبارك وتعالى رحمة للعالمين، فقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما للسماء تبعث أنوارا، ما للنجوم تعانق الأقمار. الله أكبر هل نور محمد ليكون في فلك الزمان منارا. أدى الرسالة شاهدا ومبشرا، محى الضلالة وجاهد الكفار. اليتم في حق اليتيم مذلة، وقد فاز صلى الله عليه وسلم بيتمه فخارا. صلى عليك الله يا علم الهدى، هيا صلوا عليه وعظموا المختار. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله تبارك وتعالى، وأسأله سبحانه حيث جمعني لحضراتكم في هذا المحفل المبارك وفي وسط العلماء الأجلاء أن يجمعني بحضراتكم مع سيدنا محمد في الجنة، اللهم آمين. في البداية أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أخي وزميلي فضيلة الشيخ عماد الوكيل على حسن ضيافته وحفاوة استقباله، وأتقدم بالشكر إلى فضيلة الشيخ عبد الرحيم قاطور، أستاذا لنا ومعلما لنا ومرشدنا في الدعوة إلى الله جل وعلا، يعني نحسبه ولا نزكيه، وقد آثرني بالكلمة على نفسي، وهذا من أدبه وفيض خلقه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته. أتقدم بخالص الشكر أيضا إلى أخي فضيلة الشيخ محمد على حسن تلاوته، وأسأل الله جل وعلا أن يعينه وأن يجعله سندا وخادما للقرآن الكريم. ما أن تهل علينا الأشهر الحرم إلا والقلب يتعطر بذكر الله جل وعلا. يقول الحق سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الأشهر الحرم كما نعلم ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم وشهر رجب. قول الله جل وعلا: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا تقحموا أنفسكم فيهن بالمعصية، ولا تهلكوا أنفسكم بعصيان الله جل وعلا. فالعصيان لا يؤدي إلا إلى غضب الرحمن وإلى الطرد من رحمته ورضوانه جل وعلا. وموسم الحج كله يأتي
ليعمق في دواخل الإنسان فريضة من أجل الفرائض، من استطاع إليها فليؤديها. قال الحق جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حينما نتكلم عن فريضة الحج نتكلم على أنها ذكر لله جل وعلا. قال الحق جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وبعد أن بين الحق جل وعلا قال: واذكروا الله في أيام معدودات. إذن حينما يرطب العبد لسانه وقلبه بذكر الله جل وعلا يعش حيا. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم كمثل الحي والميت. يبقى إذا الذكر حياة للقلوب وروح للأفئدة، فبدون الذكر يعيش الإنسان في سبات عميق وفي ضلال مبين. ولكن إذا ما حيا قلبه بذكر الله جل وعلا انتعش. فالذكر للقلب هو ري وهو حياة كما بينا في الحديث السابق: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وحينما تعرف قدرك عند الله جل وعلا تعرف قدرك في المكان الذي وضعك الله جل وعلا فيه. فإذا كنت ممن يؤدون فريضة الله جل وعلا، ممن يجلسون في مجالس الذكر، ممن يسعون دائما في قضايا حوائج الناس، ممن يسعون دائما في ذكر الله جل وعلا، فهذا قدرك ومقامك عند الله جل وعلا. إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر أين أقامك الله سبحانه وتعالى. تتعلم من فريضة الحج فضيلة الذكر لله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب الله تبارك وتعالى عبدا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. فإذا أردت النجاة وإذا أردت الفوز فعليك بالاجتهاد في طاعة الله والاجتهاد في الذكر والخشية من الله جل وعلا رجاء أن يقبلك الله جل وعلا. في هذه الأيام لابد أن تكثر من الذكر. كان الصحابة الأخيار إذا أهلت الأشهر الحرم يكثرون من التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح لله جل وعلا لعلمهم اليقيني أن في هذه الأيام الفضل المبين. ولذلك لما تدخل علينا العشر الأول من ذي الحجة التي أسأل الله جل وعلا أن يمتعنا بها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، أي العشر الأوائل من ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية أخرى وحديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله جل وعلا، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والذكر لله جل وعلا. إذا نتعلم أن نرتب قلوبنا بذكر الله تبارك وتعالى، وليكن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة، ليكن لنا القدوة الحسنة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة أو 70 مرة على اختلاف الروايات. يبقى إذن الذكر حياة القلوب، يرطب القلوب، هو الري للقلوب. الذكر هو نجاة، دائما تذكر الله جل وعلا، تخاف عقابه، تجتهد في طاعته، تبتعد عن العصيان. كان السلف الصالح الذين تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم على نهج الصحابة الأخيار ومن تبعهم
يعملون بذلك واضحا جليا. في قصة جميلة للمنصور بن عمار بعد أن أدى فريضة الحج أراد أن يقضي حاجة له في العراق، فوصلها ليلا. وصل العراق ليلا. فلما وصلها ليلا مشى في أزقتها المظلمة، وبينما هو يسير إذ به يسمع صوتا به خشونة في الصوت، تغير الصوت من شدة الحديث والحوار الذي يتكلم به صاحبه، وهو على حالته يقف فيسمع صوتا يقول في هذا الصوت: إلهي وعزتك وجلالك ما أردت بمعصية مخالفتك، ولا عصيتك حين عصيتك إلا عن جهل مني، وغرني سترك المرخي علي، إن تعذبني فمن ينقذني من عذابك، وإن تغلق بابك في وجهي فمن يفتح لي بابك. كلمات بها باب إلى الله جل وعلا، يفتح بابا إلى الله جل وعلا، يريد أن يصل إلى الله جل وعلا، إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. وما زال هذا الذي يتكلم يردد هذه الكلمات حتى انتحب صوته، تغير. قال: فأخذتني الشفقة بهذا المتحدث وهذا الداعي لله جل وعلا بهذا الدعاء، فأجرى الله على لساني: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أنت عارف الآية ده لو أنت جعلتها نصب عينيك والله ما عصيت الله أبدا، والله ما توقف لسانك عن ذكر الله أبدا، والله ما سعيت في غيبة أو نميمة أبدا، والله ما أكلت ميراثا أبدا، والله ما اقتطعت من أرض جارك أبدا، والله ما حقدت على جارك أبدا لو جعلتها نصب عينيك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. النار ده حالها إزاي؟ نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول المنصور: فما أن سمعها هذا الرجل أو هذا المتحدث إلا سمعت اضطرابات شديدة وحركات، ثم سكنت بعد ذلك الحركات وهدأت الاضطرابات، فظننت أن الشاب قد نام، فمضيت إلى حاجتي، ثم مررت في نفس المكان أو بنفس المكان الذي كنت قد وقفت عنده ليلة البارحة، فوجدت جنازة تخرج من هذا البيت وامرأة تبكي بكاء مريرا، فقلت لها: من المتوفى يرحمك الله؟ فقالت: إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي. فجعلت أهدئ من روعها، فلما استكانت قلت: من المتوفى؟ من اللي مات؟ قالت لي: مر رجل ليلة البارحة لا سمحه الله، فأجرى الله على لسانه قوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فما أن سمعها ولدي إلا شهق شهقة ثم مات، إلا شهق شهقة ثم مات. قال: فجعلت أضع يدي على الأخرى وأنا أقول: سبحان الله، آية واحدة كانت سببا في موت الشاب. ما لنا نستمع إلى كلام رب العالمين ولا يحرك قلوبنا وأفئدتنا، ما لنا نتلو كلام الله جل وعلا ولم نتمعن فيه. إن كلام الله جل وعلا دستورنا. وأكيد فضيلة الشيخ عماد كان تحدث عن القرآن الكريم وفضله في الجمعة الماضية، فما أحوجنا إلى كلام رب العالمين أن نتعايش به في حياتنا، فوالله لن ننال درجة الإيمان إلا إذا حكمنا كلام الله بيننا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اقرأ كلام الله تعش بضيائه، كم من قلب ميت قد أحياه. اقرأ كلام الله تلقى سعادة أسرارها موجودة في هداه. أرواحنا تسمو بآيات الهدى وتعود بسمتنا بطيب نداه. للذكر الحكيم حلاوة وطلاوة
فاهنأ بما تلقاه وبه تنال مرضات الجليل جل جلاله. يا فوز من رضي عنه مولاه، ومن يعش بالقرآن طيلة حياته فختامه المسك وما أحلاه. صلوا على النبي المصطفى خير معلم، خير من بلغ القرآن عن مولاه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.